تعرفوا ايه عن الفيكا؟ فيكا تقاليد سويدي مش مجرد قهوة وخلاص، دي استراحة رسمية في نص اليوم تشرب قهوتك تاكل حاجة حلوة، ومش لازم تكون مناسبة ولا عيد ولا خروجة. ممكن تعمل فيكا في البيت، في الشغل، مع أصحابك تدردش شوية، أو حتى تقعد مع نفسك وتفصل دماغك. الفيكا في السويد أسلوب حياة، وهتلاقوا كافيتريات حتى في أبعد الأماكن في وسط الغابات. اهلا بكم يا شباب في فلوج جديد. النهارده هنتكلم عن فيكا. تعرفوا ايه عن الفيكا؟ الفيكا ده مصطلح سويدي اشتهر مؤخرا في العالم كله تقريبا، وهو باختصار كوفي بريك، يعني استراحه قهوه. فيكا يعني تروح تشرب قهوه مع حته بيكري كده، حلويات، سينامون رول. فهي دي الفيكا باختصار. الفيكا هنا في السويد مش مجرد بس استراحة قهوة أو كوفي بريك، لا، يعني ده زي ما تقولوا كده أسلوب حياة. الناس هنا بتعمل فيكا تقريبا كل يوم حتى في الشغل، بس يعني في ناس كتيرة بتعمل فيكا مجرد بس بتشرب قهوة، لكن أصل الفيكا إن أنت تشرب قهوة مع حاجة حلوة. والفيكا المفضلة بالنسبة لي هنا في السويد هي البرنسيس تورت أو برنسيس كيك. دي بتبقى كيكة عبارة عن كيكة كده وطبقة مربى، وفي طبقة كريمة اللي هي بتاعة الخفق، وكمان فيها عجينة المشبان أو عجينة اللوز. هنا بيحبوا يستخدموا عجينة اللوز في حلويات كتيرة جدا، يعني هتلاقوا تقريبا 50% من الحلويات السويدي فيها عجينة اللوز. فخلينا احكي لكم شويه عن بقيه الحلويات السويدي المشهوره. مش بس برنسيس تورته اللي فيها عجينة اللوز، عندنا من أشهر الحلويات في الشتاء السملة، بتبقى عبارة عن سينامون بان متقطع في النص ومحشي جواها عجينة اللوز وعليها كريمة خفق وبيترش عليها سكر. عندنا كمان التوسكا كوكا، تبقى كيكة جواها كريمة فانيليا وكمان عليها لوز. عندنا برضو من أشهر الحلويات اللي موجودة في السويد الدامسويجر أو المكنزة، بتبقى كيكة شوكولاتة نسقية كده بصوص شوكولاتة وكمان عليها طبقة عجينة اللوز. عندنا كمان برضو من أشهر الحلويات اللي موجودة هنا المزارينر، دي بتبقى زي باي كده أو عجينة باي، وبرضو محشية عجينة اللوز وفوقيها كده كريمة سكر. وطبعا مش هننسى الشوكولات بولر أو بولة الشوكولاتة، شيء أساسي هنا في السويد وكلاسيك هتلاقيه في كل الأماكن. وكمان البيبر كوكر أو الجينجر بيت كوكيز أساسي هنا في موسم الشتاء مع الكريسماس. وطبعا من اشهر الحلويات السويدي هو السينامون رول. فتعالوا النهارده اخدكم وافرجكم على اكبر سينامون رول موجوده هنا في السويد. طب يا شباب تعالوا نشوف مكان نقعد نجرب السينامون رول الكبيره دي، يعني وزنها يجي نص كيلو تقريبا، وسعرها 110 كورونا سويدي، يعني تقريبا 10 دولار، يعني 500 جنيه مصري. فهل هتستاهل الثمن ده؟ مش عارف، بس يعني دي الوحيده اللي موجوده في السويد بالحجم ده. زي ما انتم شايفين يعني السينامون رول تقريبا قد حجم وشي، فلا منبهر. يعني 110 كورونا سعر غالي، بس انت بتاخد حجم كبير جدا، يعني دي تشبعك اليوم كله لو هتاكل واحده من دي. فخلينا ندوق، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلو يا جماعه، السينامون رول جوسي، سوفت من جوه وكرانش من بره بصراحه. لا بس بصراحه السينامون رول دي جامده يا جماعه، دي تجيبها تقضيك اليوم كله، يعني كالوري بومب فعلا. فنص كيلو سينامون رول معرفش يخش له في كام كالوري، يعني الصغيره بتبقى 300 كالوري تقريبا، 300 400، في حاجه زي دي اعتقد هتخش لها في 2000 كالوري. فانا طبعا مش هاكلها النهارده لوحدي، فهنخليها بقى ايه لبالليل لبكره. هو في الحقيقه كونسبت الفيكا يعني هو موجود في العالم كله، حكايه ان استراحه القهوه او الكوفي بريك، بس هنا السويديين يعني عملوا كلمه ليها معينه فيكا، وبقى نيش وترند اشتهر في العالم كله. وهنا السويديين فعلا مهتمين بحاجه اسمها استراحه قهوه، يعني حتى في الشغل الناس لازم تشرب قهوه كتير. يعني الشخص السويدي هنا بيشرب تقريبا بمعدل 3 كوبايات قهوه في اليوم. ومش بس كده، في حلويات ليها الموسم بتاعها، زي مثلا السمله دي حاجه مخصوصه كده بتظهر بعد راس السنه وبتكمل معانا شهر مارس تقريبا، وبعد كده بتختفي تماما من السوق، يعني صعب تلاقيها في اي حته تانية. فانت لو نفسك مثلا راحت للسمله بتروح تخبزها انت بقى ايه مع نفسك في المطبخ. وفي حلويات تانية كتير برضو ليها الموسم بتاعها والتوقيت معين في السنة، زي الكحك كده عندنا في مصر. وده كان فلوج النهارده يا شباب عن الفيكا، ويعني ايه فيكا بالظبط، وقد ايه هي مهمة هنا في السويد. انتوا ايه الفيكا المفضلة بالنسبة لكم؟ انا عن نفسي بحب السملة والبرنسيس تورته والسينامون رول. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.